النهارده جالي الحقيقه اتصالات كتيره وناس بعتوا لي رسائل كتيره جدا من امريكا على نادي انتر ميامي. قلت ماشي، يعني خلاص الناس بتقول اكيد مستناني الاهلي بقى، مصريين وعايزين يشوفوا الاهلي والقصه وبتاع. قال لك لا، ان في ضجه كبيره جدا معموله في امريكا على مباراه الافتتاح، وفي حذر شديد جدا جدا جدا، وفي تصريحات كبيره جدا من جانب نادي انتر ميامي على النادي الاهلي. اذا النادي الاهلي هو اللي بينايم افريقيا من المغرب، ولكن كده واضح كده ان اسم الاهلي بقى كبير في العالم كله. مش بكلامي، مش جيت سخنت معاكم فقلت لكم الاهلي في الحته الثانيه فهنوديه الحته الثالثه او الحته الثانيه اللي هي الفي اي بي. لا، هو الاهلي في حته ثانيه لوحده. والمشهد اللي احنا بنشوفه اعلاميا من العالم كله بنجمع الاخبار ده مشهد يدل ان الاهلي بيستعد لنقله كبيره. الاهلي بيستعد لنقله كبيره. النقله دي بالنسبه لنا احنا كاعلام او كتصريحات او هات وخد، او اجيب لكم صوره الحفله، اجيب لكم صوره المذيعه بتتكلم ازاي، بتقول ايه على النادي الاهلي، كل ده تمام. ولعنا علقنا الكهارب وقلنا وفرحانين وفخورين. طب الكابتن محمود الخطيب ورفاقه بيعملوا ايه؟ بيحتفلوا بان النادي الاهلي موجود في كاس العالم للانديه؟ لا خالص. كابتن محمود الخطيب علق اليافطه خلاص على الباب، علق اليافطه على الباب، ممنوع الدخول نظرا للتركيز. خلاص كابتن حط يافطه كده على باب الاجتماعات، محدش بقى يخش. احنا قاعدين دلوقتي انا والمختصين في كل الشؤون عشان نشوف هنعمل ايه. ايه المختصين في كل الشؤون دي؟ ايه ده يا عم؟ ايه الكلام الكبير ده؟ مختصين في ايه؟ ما احنا عارفين احنا عايزين ايه بالصلاه على النبي. طب عايزين ايه؟ لعيبه واتنين كده يصحوا الفرقه وخلاص وكله هيبقى زي الفل وبتاع. خلصت كده الشغلانه؟ ايوه يا عم خلصت. انت هتكبر الموضوع ليه؟ الكابتن محمود الخطيب عامل اجتماعات مع عدد كبير من شركات النادي الاهلي. الناس، الجمهور هيطلع ازاي؟ الاهلي هيستفاد من البراند بتاعه ازاي؟ الجمهور هيطلع وهيبقى فيه استفاده وعائد للنادي الاهلي ازاي؟ ده رقم واحد. الاستفاده من براند واسم النادي الاهلي تسويقيا. واحد يقول لي يا عم خلاص بقى، ما خلاص بقى الاهلي لو هيشارك في كاس العالم للانديه وخلاص بقى ال 40 مليون اخضر جايين ولا ال 30 ولا ال 20 وهتحلو بقى وهتزهزق. اقول له ده موضوع. الاهلي ما بيدرسش ده دلوقتي، ما بيدرسش هو هياخد كام. الاهلي بيبص هو يقدر يدخل كام. يعني ايه؟ يعني حتى الان في اللحظه اللي انا بكلم حضراتكم فيها النادي الاهلي في عروض مقدمه ليه بحوالي 200 او 300 مليون جنيه، من 250 ل 300 مليون جنيه، ربع مليار متقدم من شركات موجوده في مصر حق رعايه النادي الاهلي في هذه البطوله. واحد يقول لي طب ما الاهلي عنده الرعايه بتاعته. اقول له لا، كاس العالم للانديه والسوبر المصري وفي بعض البطولات خارج الرعايه. الاهلي في الحاله دي بيعمل ايه؟ بيعرض على شركات الراعيه بتاعته، يقول والله انت عايز تيجي البطوله دي ماشي، انا بفتح المزاد. عايز تيجي انا جاي لي جنيه، انت لازم انت ليك القبول او بدايه الرفض او حقيه الرفض. انت حضرتك رفضت خلاص برفع. واحد يقول لي معقول الارقام تيجي للنادي الاهلي؟ اقول له مفيش حد ومفيش شركه ومفيش منتج هيلاقي حاجه اقوى من ان هو يكون على تيشيرت النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، سواء لو حضرتك بتخاطب السوق المصري او السوق الدولي او السوق العالمي او اي سوق.